يا الله، صبري ليس بصبر أيوب عند المرض، وتسبيحي ليس بتسبيح يونس في بطن الحوت، وإيماني ليس بإيمان إبراهيم في النار، وثقتي بك يا رب ليست بثقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد في الغار. فارحم يا رب تقصيري وضعفي وخطئي وذنبي، فلا حول لي ولا قوة إلا بك. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير واتم كده صحه واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جبت لكم فيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله يعجبكم. طبعا الفتره اللي فاتت ما كنتش بصور فيديوهات كتير، فاكتر وقت كنت بنزل لكم فيديوهات قديمه يعني. بس كان عندي شويه ظروف كده كانت منعني من ان اصور يعني. بس كده رجعت لكم بقى تاني وصورت لكم فيديو روتين كده تشجيع وحماسي تشجعي كده تقومي تخلصي اللي وراكي. ما تخليش الحر يكسلك يعني. اهم حاجه لو انت مش مشتركه في القناه وقفي الفيديو ودوسي على علامه الاشتراك، وفعلي الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه وتكوني اول واحده تشوفيه. ولو انت مشتركه معايا في القناه يا ريت تعملي لايك حلو زيك وتكتبي لي كومنتات كتير عشان تشجعوني كده وتدعموني نعمل فيديوهات اكتر الفتره الجايه ان شاء الله. بدات كده يومي طبعا الصبح بدري جدا. قمت كده من النوم، وديت العيال اول حاجه كده الحضانه، وقلت بقى ايه ارجع اشوف اللي ورايا. كان البيت بقى محتاج يتنضف تنظيفه محترمه يعني. فدخلت اول حاجه كده على غرفه النوم، وريتها لكم قبل كانت عامله ازاي. كنت قبل ما انام بقى قبلها بيوم لميت بقى فرش السرير والفرش السراير والمفارش وطقم الانتريه وطقم الركن، لميت كل حاجه في الشقه وغسلتها. وكمان المخدات بتاعه الركنه غسلتها، والحافظه بتاعه الارض غسلت كل حاجه ونشرتها. قلت عشان اقوم من النوم بقى افرش على طول يعني، انضف وافرش على طول. طلعت بقى كده طقم السرير ده، وطلعت كمان الكوفرته الذهب دي، قولوا ايه رايكم فيها. فرشت بقى السرير وحطيت بقى الكوفرته كده وبدات اظبطها كده على السرير. وهحط بقى المخدات وكده اكون خلصت السرير. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت غسل كل حاجه قبليها بيوم، فده سهل عليا كتير يعني. بقى احسن ما انضف وافرش واغسل وكله في نفس اليوم بيقام عليا غسيل كتير. فكل لما تبقي ناويه تنضفي تنظيفه كده كويسه ابداي اعملي شويه حاجات قبلها بيوم، هتسهل عليكي يوميها حاجات كتير قوي. كده خلاص خلصت السرير. بصوا ايه رايكم في الكوفرته دي. هبدا بقى كده ان انا افرش الكومودينو والشوفونيره والحاجات دي. طلعت كده طقم المفرش الابيض ده، وهبدا كده ارش جلانت وامسح كده فوطه نظيفه. وبعد كده هفرش بقى المفارش على طول زي ما انتم شايفين كده. طلعت بقى المفرش الفرو البيضه دي، انا مش بفرشها كتير بصراحه، هتلاقوني دايما بفرشها في المناسبات وفي الاعياد في الريسبشن بس. فقلت كده كده اوضه النوم محدش بيدخلها فمش هيتبهدل يعني، العيال ايديهم مش هتطول بمعنى اصح يعني. ففرشته كده هنا. دخلت بقى كده على التسريحه، كانت مليانه كركبه كده زي ما انتم شايفين. بدات كده ارتب الادراج واشيل بقى كده الحاجات اللي ملهاش لازمه كلها كده في الادراج. وهبدا بقى افضيها خالص التسريحه، اشيل كل الحاجات اللي عليها دي عشان امسحها كويس وافرش عليها المفرش عشان افرش عليها الرانر الطويل. وبعد كده ارص بقى على الحاجه تاني ايه بعد ما اكون فرشتها. لو انتي بتشوفي الفيديو لحد هنا ولسه مشتركتش في القناه، يا ريت تشتركي في القناه وتشجعوني كده وتدعموني نعمل فيديوهات اكتر. ويا ريت تتابعوا اللانش بوكسات اللي انا بعملها للولاد الحضانه عشان هتعجبكم جدا. هتلاقوها عندي على القناه. واكتبوا لي بقى كومنتات كتير قوي حلوه. واكتبي لي كمان انت بتتابعيني منين كده عشان نطلعوا بقى جيران كده وشوفي انتوا بتتابعوني منين. اللي بيشوفني يكتب لي بقى انت بتتابعني منين بالظبط او انت بتتابعيني منين بالظبط. خلاص بقى كده فضيت كل الحاجات اللي على الريسبشن بقول لكم. بص مش مركزه والله. فضيت كل الحاجات اللي على التسريحه ومسحتها كويس قوي. حطيت بقى كده المفرش وابدا بقى كده ارص كل حاجه مكانها. طبعا مسحت الحاجه كويس قوي ورتبتها لان ما كانتش مترتبه قوي، رتبتها وبدات كده ان انا رصتها وحطيتهم بقى كده مكانهم. وكده هكون اعتبر يعني خلصت اوضه النوم. بس هشيل بقى الحافظه بتاعه الارض نفضها كويس وامسح الارض واكنسها معاكم وكده اكون خلاص. هوريكم برضو ايه كل حاجه. خليكي معايا وكملي الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبك. خلاص بقى كده خلصتها ورصت بقى كده الحاجات. انا عايزه اجيب برفانات لان العيال كسروا لي كل البرفانات اللي عندي. هتلاقوا عندي بتاع حوالي 2 أو 3 وفي منهم 2 خلصانين يعني قربوا خلاص. بيقربوا يخلصوا. فعايزه اجيب برفانات جديده وهبقى اوريها لكم ان شاء الله لما اجيبها. هشيل بقى كده الحافظه بتاعه الارض دي انفضها كويس قوي واطلعها كده بره او احطها على السرير يعني لحد ما اخلص الارض.
اهو زي ما انتم شايفين فضيت بقى كده الارض ومسحتها، وهسيبها تنشف خالص وافرشها كده. اكون خلصت خلاص غرفة النوم، ونروح على اللي بعده. وظبطت الستاير وكل حاجة بقت تمام. قولوا بقى رأيكم فيها كده بعد ما خلصت. اهو دخلت بقى على المطبخ، طبعا كان مكركب زي ما انتم شايفين كده، مواعين كتير عايزة ترص. غسلتها كده، كان في شوية حاجات في الحوض غسلتها، وبدأت كده ان انا ارص بقى هنا كده كل حاجة مكانها عشان ابدأ انضف الرخامات كويس. طبعا انا مش بسيب مواعين، دي كلها كانت حاجات مغسولة من بالليل. كان في بس كانت كده كام كوباية في الحوض مطرح ما العيال بيشربوا عصير او مية او حاجة، غسلتهم كويس قوي. وبعدين هبدأ اشيل بقى كده كل حاجة هنا من مكانها. كان ازازة الزيت فاضية، فقلت املاها كده بالمرة. انا بكسل عنها معرفش ليه، ما بملاش غير وانا بنضف المطبخ تنظيفه عميقه. يعني اي وقت خلصت بسيبها فاضيه وبستخدم الازازه العاديه، بس انا بملاها عشان الشكل يعني. ففضيت بقى كده الرخامه كلها وبدات اغسلها كويس زي ما انتم شايفين كده. وهغسل كمان الجنب بتاع الحوض ده والحنفيه وحنفيه الفلتر. طبعا ده الحاجات اللي بعملها اساسيه على طول معاكم، تقريبا انتوا حفظتوها من الفيديوهات بتاعه الروتين بتاعتي. خلاص بقى كده هغسلهم كويس قوي. هبدا بقى اشطف كده والم الصابون كله اللي انا عملته ده. هنا عند الحنفيه والخلاط بكب ميه، لكن على الرخامه التانية مش بكب ميه عشان تحتيه دولاب المطبخ مفتوح من الجنب، فعشان الميه ما تنزلش على الحاجه اللي تحت طبعا متبوظه. فبمسح كده في فوطه نضيفه، بلم بقى كده كل الصابون وبنشف الرخامه كويس قوي. وبعد كده برجع بقى ارص كل حاجه تاني مكانها. اهو بصي، هنزل بقى كده الميه الاول بايديا، وبعد كده هنشفها بالفوطه، وارجع بقى كده خلاص ارجع بقى كده كل حاجه مكانها. اتاكد ان انا شفتها كويس عشان الميه متنزلش على الدولاب، عشان انا ما عنديش الرخامه فيها حرف من بره. الرخامات اللي بيبقى فيها حرف بتبقى احسن بكتير، بتحمي دولاب المطبخ من اي ميه تنزل عليها. هبدا بقى كده ارجع كده كل حاجه مكانها. طبعا مسحتهم كويس قوي قبل ما ارجعهم مكانهم، كل حاجه بقت نضيفه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. همسح بقى كده الجنب ده كده مسحته، ومسحت كمان الحوض وغسلت الصابونه كويس قوي، ورجعت بقى طقم سبونج بوب ده مكانه. وحطيت بقى الصفايه بتاعه الحوض وكده الجنب ده كده كله خلاص اهو. بصوا بقى زي الفل. رحت بقى الجنب التاني برضو، بدأت ان انا الم كل حاجه من عليه ومسحتهم كويس قوي. وكمان نضفت طقم التوابل ده عشان تقريبا في برطمان مكسور، لان كل ما اجي اشيل البرطمانات دي كلها الاقي فيه توابل واقعه تحت، ما انا معرفش بتقع منين. تقريبا في برطمان مكسور، فعايزه اجيب واحد جديد ان شاء الله الفتره اللي جايه. غسلت بقى كده الرخامات كويس، وهبدا بقى الم كده برضو الصابون وانشفها كويس بالفوطه، وارجع بقى كده كل حاجه مكانها. وكده اكون خلصت كمان الرخامه التانية دي. نضفت برضو التلاجة كده عشان كانت مكركبه شويه، مسحتها ونضفتها كده من جوه. اي حاجات كده ملهاش لازمه كل فتره كده، اي حاجه ملهاش لازمه بطلعها كده من التلاجة وبتخلص منها، وبنضفها كده كويس عشان يبقى كل حاجه في المطبخ تمام. اهو كده خلاص خلصتها. وطبعا نضفت البوتاجاز برضو، شلت بقى السجاده كده بتاعه الارض ومسحت الارض، هسيبها بقى تنشف وبعد كده هبقى فرشها. خلاص كده خلصت المطبخ. بصوا بقى دخلت على البلكونه. بصوا كنت غاسله بقى من بالليل الحافظه بتاعه اوضه المعيشه والمخدات، وكنت غاسله كل حاجه. طبعا الحافظه اللي انا غاسلاها دي كانت مركونه، يعني مش هي اللي كانت مفروشه. اللي كانت مفروشه الرصاصي دي شلتها غسلتها، والتانية كانت مركونه غسلتها عشان عايزه افرشها، فاهمين قصدي. وروقت بقى كده غرفه الليفنج وغيرت الفرش بتاعها. بصوا بقت زي الفل. فرشت بقى الحافظه النظيفه دي، وشلت التانية بقى عشان هغسلها. وكده برضو اكون خلصت من غرفه الليفنج اهي زي ما انتم شايفين بقت عامله ازاي. هطلع بقى على الريسبشن. كان مكركب اهو زي ما انتم شايفين. بصوا كان في كل حاجه مش في مكانها تقريبا. هبدا بقى كده انضفه برضو واغير الفرش بتاعه والم بقى كل الكركبه دي. وكان عندي غسيل عايزه طبقته. وكده اكون خلصته. انا حاولت اوريكم كده الحاجه سريعا عشان الجو كان حر قوي بصراحه، مش قادره
اللي انا اصور كل حاجه بالتفصيل، بس بوريكم كل حاجه خطوه بخطوه. غيرت بقى الفرش كله بتاع الريسبشن، و سيقت مساحه الارض يعني، وكنستها وكل حاجه بقت تمام اهو. المطبخ برضو نضيف اهو. كنت غسلت السجاده بقى بتاعت الارض، لقيتها مش نضيفه غسلتها اهي، بغسلها معاكم. قلت لا بدل ما افرشها تاني اغسلها، كان واقع عليها صلصه بتاعت حاجه مش عارفه ايه هي، فكانت مبقعه، فمرة قلت ما تسيبهاش اكتر من كده عشان ما تبقعش اكتر، فقلت اغسلها كده بالمره معاكم يعني وانشرها، وتاني يوم افرشها. هسيب الارض علينا بتاعت المطبخ لحد ما دي تنشف وهفرشها. بدأت بقى كده، كنت غسلتها وببدأ اشطفها كده كلها اهو زي ما انتم شايفين. دخلتها كده في الحمام وحته حته بدأت اغسلها واشطفها كويس قوي، بسيبها تتصفى لحد بالليل وبعد كده بنشرها. خدت برضو ال العتبة دي بتاعت الحمام برضو غسلتها معايا برضو ايه بالمرة، ونضفت بقى الحمام كويس قوي. وخلصت كمان عملت البلكونة، وكان عندي غسيل نشرته، ونزلت بقى اشتريت شوية مشتريات كده من تحت. جبت العصير ده، انا بصراحة كنت اول مرة اجربه بس كان سعره كويس يعني، فقلت اجيب باكيتة كده للولاد، هما بيحبوا العصير قوي. فجبت كده باكيتة تفاح، هوريكم شكله. كان سعرها حلو يعني، كانت الباكيت دي كله على بعض فيها تقريبا 28 او 27. اسمه بي لايف، كانت عاملة 95 جنيه، فحلو يعني. الواحدة واقفة عليك تقريبا مش عارفة والله واقفة بكام، بس تقريبا 3 ب10 تقريبا يعني. فجبت باكيت كده، هبدأ بقى افضيها كلها كده وارصها في التلاجة، واوريكم شكلها اهي. وطبعا انا بسجل لكم الفيديو ده، احنا كنا جربناها وخلصناها كمان، فهي حلوه قوي يعني، طعمها مش وحش يعني، طعمها كويس. ف لو لقيتوا منها هاتوها. جبت كمان باكيت بامبرز للاستاذ سليم، فاضل هو اللي بيلبس بامبرز، ادعولي بقى كده بطله له كمان. احنا خلاص بطلنا مودي، فاضل هو ان شاء الله قريب قبل دخلة الشتاء هبطله له. اوريكم كمان جبت شويه حاجات كده هوريها لكم. دخلت بقى كده فتح الله، جبت كانوا عايزين ياكلوا برجر على الغدا يعني وكده، فجبت هعمل كل حاجه معاكم. وجبت شويه مشتريات هوريها لكم اهو. جبت طبعا جبت برجر، وجبت العيش اللي هو الكايزر بتاع البرجر ده، وجبت كمان مش فاكره جبت ايه تاني، استنى هوريكم كل حاجه دلوقتي. جبت البسكوت الاولكر بالتمر ده حلو قوي، عايزه ابقى اعمله في البيت مره وانزل لكم الفيديو عشان هما بيحبوه قوي. وجبت كمان بهارات اللي هي بتاعه البطاطس، وجبت عصير اللي هو الفروتي ده، جبت 4 تقريبا. بجيب بقى تفاح، بحب التفاح منه والليمون بالنعناع والبرتقال والمانجا، وفي خوخ وفي صيفي، فانا بحبه والعيال بيحبوه. وجبت لهم كيكه كده، وهتلاقي فيه لسه تاني. وكنت جايبه ازازه ميه يعني شربوها يعني، فكانت في الكيسه. جبت ايه تاني، جبت ازازه كاتشب عشان ما كانش عندي. وجبت نص كده برجر اهو. البرجر بتاع فتح الله عايزه اقول لكم احلى برجر ممكن تجربوه. انا بحطه زي ما هو كده في الفرن يعني، بحطه في صينيه وبدخله الفرن، ما بقلوش في الزيت، بيبقى حلو قوي مش بيكش، بيبقى طعمه حلو قوي. هوريه لكم دلوقتي، هعمل الغدا واوريه لكم كده. خلاص خلصت. كنت جايبه بقى شويه برضو حاجات كده، قلت ايه اغسلها معاكم كده واحضرها. كنت جايبه هنا عنب، فضيته بقى كده في الكيس في الطبق، وهبدا اغسله كده، افتح عليه الميه واسيبه شويه كده تحت الميه، واغسله وانضفه كويس قوي. وبعد كده بدخله التلاجة. انا هنا كنت بدقه طبعا، هغسله كده واصفيه كويس من الميه، وبعد كده ادخله التلاجة. وكمان كنت جايبه تفاح. التفاح بقى مش بغسله، التفاح بغسله ما يجي ياكلوا منه يعني. فطلعته كده في الكيس من الكيس وحطوه في الطبق ده برضو، هدخله التلاجة. وجبت بقى خيار وجزر، حطيتهم برضو في الطبق ده وهدخلهم برضو التلاجة. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم،
واستفدتوا منه اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل كده عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد بنزله. هنا كان عندي علبه الملح دي كانت خلصت، كان عندي جبت كيسين كده فقلت افضيهم فيها لحد ما ايه ابقى اجيب واحده مكانها يعني. فهفضي كده الكيسين فيها كده، مع ان الملح بتاعها اصلا بيبقى احسن من ملح الكياس، ده بيبقى انعم واخف كتير من الملح الكياس، بس قلت لما انزل بقى اجيب واحده. وهنا كنت عملت الغدا، عملت البرجر اهو في سندوتشات. ربي يكون الفيديو بتاعي عجبكم، استناكم فيديوهات جايه كتير. مع السلامه وباي باي.